السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحه واحسن حال. النهارده بقى جايين لكم بقى وصفه جديده كده. لو انت الاول مره بتشوفينا، دي قناه منوعات فاديه، بننزل لكم فيها كل جديد وكل وصفات سهله وبسيطه على قد الايد. طبعا لو انت الاول مره بتشوفينا، يا ريت تشتركي في القناه، ولو انت بتحبينا والفيديو عجبك اعملي لنا لايك للفيديو وشير الفيديو لاصحابك. هنعمل بقى النهارده وصفه كده لذيذه، فيها كلها مكونات من البيت، يعني حاجه على قد الايد كده وفي نفس الوقت مغذيه. معايا هنا بطايه بشرها وغسلتها كده كويس، احطها هنا على جنب. معايا هنا بقى ايه؟ معايا هنا مكعب زبده، معايا هنا فلفله صغيره كده مقطعاها مكعبات، معايا هنا لانشون. لو انت عايزه تستبدلي اللانشون ده بجبنه بسطرمه اللي انت تحبيه. معايا هنا شبت على كزبره، معايا هنا 3 معالق دقيق ومعاهم نص معلقه بيكنج باودر، معايا بيضتين، معايا نص كوبايه حليب. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ مسخنه انا طاسه هنا على النار، هنزل بالزبده بتاعتي. يعني هنزل بقى ايه بالبطاطس بتاعتي معاها على طول، عشان كنت بس بقرب لكم السخان شويه. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي، هديلها هنا تشويحه كده. برضه الزبده بتاعتي لسه ما سخنتش خالص، بس انا نزلت عشان ايه؟ الزبده بتاعتي بدل ما احط زيت وتتحرق مني، فقلت هنزل بقى بالبطاطس اديلها بقى التشويحه بتاعتها كده ايه على طول. طبعا لسه مولعه عليها، تاخد التشويحه بتاعتها، اقلبها كده. هبتدي بقى ان انا ايه اعمل ايه، ما تخافوش كل ده هيتقلب في بعضه كده دلوقتي. هبتدي بقى ان انا انزل بالفلفل بتاعي، ياخد برضه تشويحه معاها. على فكره يا جماعه، اللي طالب مني الوصفه دي وعد بنتي عشان بتحبها، بنعملها دايما، كانت ماما بتعملها لها، فدايما بتطلبها مننا ان احنا ايه نعملها لها. انتوا عاملين ايه؟ انا بحبكم قوي. قول لهم بقى يا رب الوصفه دي تعجبكم. يا رب الوصفه دي تعجبكم بقى. طبعا الخضره بتاعتي دي انا مش هحطها لها في الاخر عشان ما تسودش معايا من بدري كده. دلوقتي بقى اخد الفلفل شويه تشويحه مع البطاطس. ابتدي بقى انزل باللانشون بتاعي زي ما قلت لكم بقى، عايزين تحطوا اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه، اللي اولادكم بيحبوه تحطوا لهم في الوصفه دي. هسيبهم بقى مع بعضهم كده شويه. معايا بقى هنا ايه الخلطه السايله بتاعتي. معلش يا جماعه بقى، شويه اللبن وقعوا منه وجبت شويه لبن تانيين. معايا هنا زي ما قلت لكم 3 معالق دقيق، هنا معاهم نص معلقه بيكنج باودر. معايا بقى هنا شويه ملح صغيرين، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، بس مش اكتر من كده. هقلب بقى دول، شويه الملح اللي منزلوش، هقلب دول بقى في بعضهم كده. ومعايا بقى هنا بيضتين، ومعايا برضو في نفس الوقت بتاع النار بتاعتي شغاله على البطاطس تاخد سوا برضو. هقلب بقى ايه البيض بتاعي. طبعا احنا حاطين فلفل اسمر هنا على الدقيق. هنزل هنا بايه بنص كوبايه اللبن بتاعتي، مع البيض هنا، وهنقلبهم كلهم في دول. نحاول برضو ان مفيش هنا تكتلات خالص. دلوقتي انا هشيل بقى يا جماعه اللي هو البطاطس والفلفل واللانشون ده من بعض كده، عشان ايه اما انزل بيه على البيض ما يسويليش البيض على طول. وهقلب دول لحد ما يختفي خالص، وهحط معاهم الخضره بتاعتنا. ايوه وعد بتقول لكم ان احنا هنحط الخضره بتاعتنا معاهم. عشان احنا لازم ناكل ايه الحاجات اللي فيها الخضار. صح يا ماما. صح يا عودي.
كده خلاص ما عادش فيه اي تكتلات معايا هنا اهو. هنزل بقى ايه بالخضره بتاعتي هنا. هننزل بالخضرة بتاعتنا كده. خلصنا الحاجات، نقلب بقى. هنقلب بقى دول. هنقلب. هنزل بقى، انا سبت دي تبرد شويه كده. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي دي. انا بس يعني خليتها بقى ان هي ايه، يعني مش تبرد خالص، يعني بس مجرد ان هي ايه تتهوى شويه كده عشان ما تسخنيش السخونيه والحراره بتاعه الطاسه، ما تسويليش البيض على طول. هقلبهم بقى كده وارجع ارجعهم في الطاسه تاني. حطيت بقى الطاسه بتاعتي تاني وفيها شويه بقى ايه زيت صغيرين كده. هنزل بقى بالخليط بتاعي هنا. بسم الله. هبتدي بقى ان انا اساوي الحاجات اللي في الطاسه دي عشان تبقى ايه يعني قرص معايا كده كويس. خلاص كده بقى سويتها كلها. هشوف لها بقى ايه غطا كده واغطيها بيها واسيبها بقى ايه لمده ايه 10 دقايق كده، ربع ساعه على نار هاديه لحد ما البيض بقى يستوي معايا والبطاطس تكمل سوا والفلفل بقى وكل حاجه تستوي معايا كده. هرجع معاكم تاني بقى ايه لما اجي اقلبها. هفتح عليها بقى بعد ما يعني عدى حوالي ايه 10 دقايق كده بالظبط على نار هاديه. شايفين ما شاء الله قلبتها على الجنب اللي كان تحت، ما شاء الله ريحه جنان وشكل تحفه جدا. هبتدي بقى ان انا ايه انزلها كده تاني عشان تكمل بايه سواها على الجنب التاني وياخد لون. بسم الله. وهغطيها برده بالغطا التاني لحد ما ايه ما تاخد اللون معايا من تحت وارجع معاكم تاني. خلاص بقى شايفين ما شاء الله خلصت. يعني بصراحه انا مش عارفه اقول عليها ايه من حلاوتها. جميله جدا على فكره. ده الوش اللي هو كان تحت. هوريكم بقى الوش برده التاني دلوقتي. شايفين ما شاء الله ايه ده الوش اللي كان تحت ما شاء الله جميل جدا. شايفين مقرمشه خالص ازاي. عايزه اقول لك على حاجه. تعملي لها خله كده وتعملي لها اختبار لان احنا حاطين فيها دقيق. فلو لقيتي ان هي طالعه نظيفه زي الكيكه كده مفيش مشكله، يبقى هي كده خلاص استوت وخلصت معانا. شايفين ما شاء الله جميله بقى. حطي بقى اللي انت عايزه تحطيه معاها. نقطع بقى حته صغيره كده نشوف قلبها عامل ايه. جربوها بجد، اولادكم هيعشقوها جدا زي ما ماما بتعشقها. شايفين ما شاء الله جميله جدا اهي. اتمنى ان وصفتنا تعجبكم وتدعمونا بلايك واشتراك للقناه. لو عجبكم الفيديو اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.